اهلا بيكم في فلوج جديد من فلوجات استادات العالم مع فوزينيني، والنهارده انا في مدينه ميامي في فلوريدا. بس ومتجه الى المطار عشان زي ما انتم عارفين للي متفرج متجه الولايات المتحده الامريكيه عشان نتفرج على الاهلي في افتتاح كاس العالم للانديه في اول ماتش لاول بطوله في التاريخ من شكلها الحالي. وحظي وانا متجه للمطار الراجل اللي بيوصلني طلع راجل اهلاوي. قول لي كده الاهلي ايه الاخبار؟ كله تمام إيه؟ انت اخبارك ايه؟ قول لي الاهلي ايه الكلام؟ ان شاء الله انتر ميامي ياكل على وشه. وميسي ايه؟ لا خلاص بقى. بص انا كنت بقول في الحلقه ان انا بصراحه شايف ان كوره الاهلي اتقل بكتير. شايف ان انا مش قلقان بصراحه كوره، من زي ما كنا بنتكلم لسه بتكلم مع الراجل ده، كوره احنا مش قلقانين. فريق انتر ميامي بصراحه مش شايف ان هو فريق فاضي، انما اللي انا قلقان منه ان هي البطوله دي كلها معموله عشان خاطر ميسي. مش معموله عشان خاطر ميسي، هو ميسي موجود في الافتتاح، هو ميسي موجود في امريكا عشان خاطر البطوله دي، انتر ميامي موجود في البطوله دي عشان خاطر ميسي. اول ماتش في التاريخ يكون ميسي بيلعبه، فحاسس ان هيكون في توجه بصراحه، يعني نظريه مؤامره. حاسس ان هيكون في توجه ان ميسي يكسب الماتش. انا شايف وده اللي مقلقني. انا شايف هو حتى لو في تحامل من الحكام او كده او في توجه للانتر ميامي يكسب الماتش الافتتاح ده، انت كاهلي السكواد اللي معاك تاريخك لو ضغطت جامد لا هتكسب مهما ايا كان. هاخدكم معايا من البدايه خالص في المشوار من اوله مع الاهلي في كاس العالم للانديه. احنا بدايه المشوار طويل قوي وسفريه بعيده جدا، لكن وراك يا اهلي لاخر الحياه. اشوفكم هناك عند ميسي. النهارده انا جاي واخدكم معايا في اولى ماتشات الاهلي في كاس العالم للانديه بنظامه الجديد في الهارد روك ستاديوم، وانا كالعاده متاخر هحاول اتجه باسرع وقت ممكن وهصور لكم من هناك كل حاجه، واوصل رساله من هنا لل 600 نفر اللي بقوا عندي على الانستجرام عشان يشوفوا تفاصيل الاهلي في كاس العالم للانديه من الستوريز. واي حد بيتفرج هنا مش على الانستجرام هقول له فايتك شويه حاجات، مش كتير قوي بس فايتك شويه حاجات. اشوفكم في الاستاد. كلام سريع قبل الماتش، التشكيل نزلت فاضل الساعه على الماتش، كان الاهلي شغاله في الشارع، جمهوره داحمه على الحلوه والمره معاه، عمري ما احب غير العلي ولا في غيره يفرحني، دايما معاه والاخر الكون، عمري عشان العليون. امام الهارد روك ستاديوم متجه للاستاد. قصه عشان اخش حوار، مش عايزين ياخدوا من اي حته، فاضل تلت ساعه مش عارف اخش، مش عايزين يدخلوني بالشنطه اللي على ظهري دي، بحاول اخش بيها طبعا فيها حاجتي، يعني شيء صعب جدا. قال لك الشنطه كبيره، بنحاول نخش، معرفش الناس مالها هنا في ايه، ولا كاني داخلين حرب. المهم كلام سريعا قبل الماتش، انا عايز الحق الماتش. الهارد روك ستاديوم منظره جميل هوريه لكم. تشكيله الاهلي نزلت، اللي شاف الحلقات اللي فاتت عارف انا رايي ايه. هنشوف، ما حدش متوقع هيلعب ازاي. اللي نزل على الورق 4-2-3-1، هل ده هيحصل ولا هيكونوا 5 وهيلعب مش عارف بتريزيجيه وسام قدام، وهيكون حمدي ليبرو، وهيبقى ساعتها بقى مروان عطيه وامام وبن رمضان في النص. هنشوف القصه بتقول ايه. انا بحاول ان انا اشوف هخش ازاي، لان هو بيقول لي مش هيدخلوك الاستاد بالشنطه دي. مش عارف اصور بصراحه عشان عايز الحق اخش، فانا هوقف الفيديو هنا، هوريكم الهارد روك ستاديوم سريعا وانا ماشي، وهصور لكم اول ما اخش المدرجات. سلام.
الحضور العظيم. يعني الدقيقة 55 وانا مش فاهم، احنا نازلين شوط تاني، انت ما رحتش ولا كورة يعني في 10 دقايق مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا في 10 دقايق مش فاهم ايه اللي بيحصل. 10 دقايق انت مش موجود، انت مش موجود. مس باص تاني اهو، مس باصات، ما انت ما بتطلعش من الكورة صح. ده هاني اهو، وغلطات غريبة. هي كورة مروان عطية اللي رجعها بدماغه دي، اللي عدت من فوق سواريز دي، حد بيرجع الكورة كده. انا حاسس ان في حاجة غريبة بتحصل. انا مش مبسوط من شكلنا. هتنزل شوط تاني منظرك عر قوي بصراحة. وكورة ميسي اللي هو مش خدش بالي مين اللي غلط فيها ورا دي، اللي هي الشناوي صدها. ايه ده؟ فانت داخل شوط تاني مرعبة بصراحة. بعد الماتش مفيش حاجة الواحد يقولها بصراحة. مش عارف هنعمل ايه في الماتشات اللي جاية.
الحاجه بس اللي اقدر اقولها ان مبسوط ان الاهلي بيلعب افتتاحيه البطوله زي دي، افتتاحيه كبيره قوي. الاجواء هنا الدنيا يعني بطوله كبيره قوي، اول مره تعمل في التاريخ بالحجم ده بالمنظر ده. فخر للفيفا وللكره العالميه ان الاهلي مشارك في الافتتاح. ما عنديش حاجه بصراحه اقولها، يعني دي الحاجه الوحيده الحلوه النهارده اللي انا شفتها. ما زلت عند رايي، يعني مش عارف انا خوسيرو فيرو اول ماتش رسمي يلعبوا مع النادي يعني، فما عنديش اي توقع اكتر من كده بصراحه، ما عنديش توقع منه. فنيات بقى بصراحه في كلام كتير قوي يتقال، بس انا ماليش خلق والله ماليش خلق اقول اي كلام فنيات. انا حاسس ان كلنا شايفين وكلنا بنتفرج وكلنا فاهمين، مفيش حاجه تتقال قوي بصراحه يعني، غير ان هو كان في ايدينا الماتش. انا كنت شايف ان هو ده املنا ان احنا ناخد اول 3 نقط، وان الماتشات اللي جايه اصعب. ده مش معناته ان احنا مش هناخد حاجه من الماتشات اللي جايه، بس الماتشات اللي جايه اصعب. ماتش بالميراس انا قلقان منه جدا الماتش اللي جاي. ليه؟ قلت ده في حلقه بتاعت تاريخ الاهلي في كاس العالم للانديه، ذكرت احنا كم مره لعبنا فريق برازيلي ما كسبناش ولا مره. المره الوحيده اللي عرفنا نقصي فريق برازيلي احنا ما كسبناش كانت السنه بتاعت موسيماني، تعادلنا مع بالميراس وكسبنا ضربات جزاء. دي المره الوحيده اللي هي اول بطوله موسيماني لعبها، اللي هي كانت 2021 اللي انت بعد ما خسرت من باير. دي المره الوحيده، غير كده مفيش مره عرفت تعدي من فريق برازيلي. وبورتو اصعب واصعب، فهي دي اخرتها، ما عنديش حاجه تتقال بصراحه. اشوفكم في الماتش الجاي في فلوج جديد قدام بالميراس في مدينه ثانيه في نيوجيرسي. الله الوطن ابو تريكه. سلام.